ارجع. لا يا زلمه، لا يا زلمه. اول هاكر باول مباراه، اداء كارثي، اداء بخجل، اداء زبالين. يلا من اول يا زلمه، لهيابه نفسك. مرحبا واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد بسلسله الى المجد بلا فلوس. وفيديو اليوم بمحاوله صعبه واخيره امل جوائز الرايفل بالوصول الى الديفيجن 6 على امل تحقيق افضل جوائز ممكنه بهذا الاسبوع. اربطوا الاحزمه وتجهزوا فانتم الان تحلقون فوق طريق المجد. يلا نبدا. دعنا نحتس رشفه من القهوه ونتفرج على فريق الاسبوع الجديد. فيه ميليتاو، جرافنبرغ، بوليزيتش، هدول اللاعبين المهمين بالنسبه لي بصراحه. بالبداية خليني أورجيكم كيف صار الفريق بعد آخر مرة عملت فيها فيديو. الفريق يا أخواتي بهذا الشكل، في تحسن كبير عن المرة الماضية، وفي عنا بعض اللاعبين الجداد. بيبي بصراحة قدم معي أداء جيد، 10 مباريات 8 أهداف. بس بصراحة الكلام اللي سمعته عنه قبل ما أعمل التحدي كان يعني محمس أكثر من الأداء اللي قدمه، أو لسه تشكيلتي ما أنا كتير قوية ولهلا ما أعطيته أي ستايل لعب. اكتبوا لي أنتم بالتعليقات شو أفضل ستايل ممكن أعطى لبيبي، خصوصا مع سعره يعني ما كلف 10,000، كلهم من النادي تقريبا. عندنا بالحراسة المرمى سيلز عم يلعب على 2 كيمستري لأنه ما عندنا حراس ببساطة. عم بلعب بتشكيلة 4-4-2، جربت أكثر من تشكيلة، جربت 4-2-1-3 اللي فيها كام، ولكن ما عندي بالفريق سي دي امات بصراحة. جتني حبيبة قلب الملايين كرشاوي بس ما في إلها مكان بالتشكيلة. اللي بيسمع كلامي بيفكر إنه التشكيلة خارقة والتشكيلة رائعة والتشكيلة مكتملة وما إلها مكان. هي أفضل لاعبة بالتشكيلة بلا أدنى شك، بس وين بدي ألعبها بأي مركز؟ كرشاوي بتلعب LBCM كام و LW، عندها بلس بالLW، عندها بلس بالCM، وعندها بلس بالLB، بس ما في كيمستري ابدا مع اي حدا بالفريق. الجوكرز حرفيا ثلاجه، بطيء بالملعب مع انه المفروض سرعته 90، ثقيل وما بيفتل. الفاريز بيسوى 10 منه، مع انه جوكرز المفروض انه كارت غالي سعره حوالي 230 240 الف. هاي التشكيله اللي راح نلعب فيها بدايه، يعني مو افضل تشكيله، ناقصنا كثير كيمستري. برونو بطيء جدا جدا جدا. ان شاء الله نقدر نفوز بالمباريات ونوصل للديفيجن 6، وان شاء الله مع جوائز الديفيجن 6 بجينا لاعبين كويسين بنحسن فيهم هالتشكيله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم بأول مباراة. نوير أكي أوباميكانو. عندكم مشكلة التعليق بهي المنطقة بالتحديد؟ القبضة يا شباب، القبضة. نعم هذا هكرني، أول هكر باللعبة. شو عم يصير؟ شو عم يصير يا حبيب؟ شو الله لسه ما بلشنا، ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. أول هكر باللعبة يا زلمة والله العظيم حرام. ما في عندي أي تحكم، ما في عندي أي تحكم أبدا أبدا أبدا. شوفوا يا شباب، شوفوا هاي القبضة وعم يحط له، عم يكتب لي، وشوف شو حاطين لي على الشاشة. هاي القبضة عم حلف فيها، ما في أي تحكم. القبضة موصولة بالسلك. هاي القبضة USB الوايرلس، ما في أي تحكم. أول هكر بأول مباراة، وواضح كتير أننا رح نقدر نوصل للديفيجن 6 بسهولة. الله أكبر عليك وعلى شغلك، والله أكبر عليك. أنت بدك تفوز بالفيفا بالحرام يا هكر. تخيل أنت جاي متحمس وبدك تعمل فيديو للمتابعين، يطلع لك هكر بأول مباراة. وما بيأثر شو صار، الكابتن ميرو مثل النار. إن شاء الله بالمباراة الثانية بنعوض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حل هالقوائم يا شباب، مشان ولا الله حل لهدول القوائم، كتير بتعلق. هودوا يا شباب، هودوا إلى دياركم. أكلنا هوا. هاي النقطة الحمراء أكيد بدنا نشيلها. روح انفرد. شو عمل له أكثر من هيك؟ من وين هذا يجيب مدافعين لك اخر اثنين؟ لا السوق فتح ولا عم خلينا نشتري لاعبين ولا عم بعطونا الباكجات لاعبين. شو اعمل؟ خذوا عطوا يا زلمه روح.
استغفر الله العظيم واتوب اليه. ازاي بالضيقه يا زلمه، حطها بالضيقه، ليش عم كثير غلط. مو هلا، مو وقتها، مو وقت التسلل، مو وقتها. استغفر غلط، استغفر غلط. الله من فوق تلطف فينا، الله من فوق تلطف فيني، ولا بصراحه انا غلطان وبستاهل اكل جول. يا رجل معليش مباشر، معليش شو صار؟ ميرا ومثل النار. انا لعنت له اخت الدنيا، مو بس فتحت له مصيدة تسلل، فتحت له. معلش ما صار شيء. لسه اللعبة بعد الموت. يا لولاك بخسر ركنيات كثير، عم ترجع لي الهجمات مرتدة كثير ونص الاهداف اللي عم بعملها بهاي المسحة بتصير. خلص العاب الارضية مباشرة. هيك مساحات، دائما في مساحات بين قلبين دفاع. الله سكولي قلوب الدفاع. انا اعمل القصاب يكون مباصي وواقف لاعبه ومظبط اموره وكله صح. انا عندي لاعبه بده نص نهار لحتى ياخذ حوار. شوف اللعيبه المنيحه بتبين لحالها، ما في داعي انا ابينها. اللاعب المنيح ما بيخبي حاله. ارجع. لا يا زلمه بدي اياكم تركزوا والا راح اشوف شيء ما راح يعجبكم ابدا. معنا شوط كامل مثل ما سجلنا بالشوط الاول جولين، كنا باسوء مستوياتنا، لسه عندنا شوط كامل. اخي مو مهم نفوز، المهم انه اللاعب يتحطم قدامه من كثر ما يركض. هذا اللي بدي اياه. ما بدي توفروا اي جهد على الاطلاق. فوتوا اعملوا اداء جيد، ادفعوا لي راسي وسكروا المنطقه بين قلوب الدفاع، والا راح يكون عندنا كلام ثاني يعني بصراحه. نزلوا التحديث ليخربوا اللعبه. كل الباصات تغيرت. لسه من كم ساعه لعبان قبل التحديث الباصات ممتازه وبتجي بدقه، هلا كل الباصات تغيرت. يلا لسه 3 اسرع. وهلا شوف انت بركي خليني يصير عندي موتيفاسيون معي. ايامي واحلامي اشواق وغرامي، حتى سكوتي كلامي هاتي الامي، ايزي ودين. بكره حتدفع الثمن للدنيا والايام، وتبقي راحك للزمن وتقول له عاوز كام. الغناء صعب يا اخواتي وبيبح الصوت. ايزي ولهفة قلبي سلف ودين. لا حتى لو سلكت، حتى لو ما فاتت، لا تعطي اياها بهذه الطريقة. لا تكن قبيحا يا رجل. ليش شفتوا حركة الحارس؟ ليش التسرع؟ حرام فرصة المباراة. من اول يا زلمة. له يا نفسك ايزو سلف ودين. لك انت حبيبة قلبي، والله انت مو بس حبيبة قلب الملايين، انت حبيبة قلبي انا. من اول مباراة يا الهي ضرب نار ريمونتادا ولاد. يلا المباراة اللي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. دعنا نرى من هو الخصم القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. لا فكرت في تشكيلتي. جرافنبرغ. لا هجومه ناري، هجومه جيد، يعني هجومه حلو. 78 اسيست بويسا، هجومه حلو ودفاعه متوسط. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. جوارديول مع الريح. الله يا حبيبي بدون ما اسأل سؤال.
يا احلى ملك بحبك موت. لان هاي القرارات هي اللي عم تخليني اخاف اللاعبين الثانيين. مهما صار بدها تسلك. عودوا كفاكم هجران. شفتوا اللاعب اللي صار؟ شفتوا اللاعب اللي صار؟ انه سيجدها قريبا. يا ريت حقق الجزاء ولم يحقق هذا. ارفع الشهرة من شان ولا الله ارفع الشهرة. وبيبعت الله كبير بيبعت للفقير بيبعت مرات شوي بيبعت. ايه في الله. اخ انا اسف ايها الخصم اني جعلتك تنتظر، لقد كان باعتقادي انني دست على الزرار. شو لك؟ وين اللاعب المفروض انه يدافع عنه؟ وين اللاعب المفروض انه يدافع عنه؟ كل تغيير لاعب بيقول لك الخيار اللي انت حاطه بالاعدادات الاقرب للطابق، بيحطوا لي على الظهير من الجهه المعاكسه. ايه نشان ولا الله بكفي السكريبتات. قال القدر وما صدقتوش انه زي ما قلتوش. شكرا جبردور، شكرا جبردور على هذا الاداء الوجودي. تخيل انه لحد هلا لساتنا بالنقطه الثالثه. هذا اداء يا لاعبين. اين الرجوله والانوثه اللي وعدتوني انكم تلعبوا بها؟ الكلام للرجال والنساء من اللاعبين شبابا واناثا. هذا اداء سيء، اداء اقل من السيء، اداء كارثي، اداء بخجل، اداء زبالين. مع احترامي للزبالين وعمال النظافه لانه بيسووا راسكم. الاداء قال لسه لحد هلا بالديفيجن 7 بمكان سيء. يس يس ايزي 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 ولهفة قلبي. بوب في واحد هون منفرد حبيب، ولا حدا فكر يهجم عليه. قال لك بالتحضير ما عاد خلي المدافع يطلع من حاله على الاجنحه وعلى الاظهره. ما في مساحات اكثر منه انت الفريق. طيب مبروك حلو يلا يلا يا شباب. اخر لعبه شويه تركيز، نفوزها نطلع للديفيجن 6 وننهي المقطع، نخسرها نرجع نعيد من اول وجديد، او على الاغلب ننهي المقطع كمان لانه خلص انا تعبت خسارات فوز اللي اكثر من 6 مباريات على الان بهي المرحله. ان شاء الله هي المباراه بفوزها نوصل للديفيجن 6 نضمن الجوائز، وبقول لكم السلام عليكم. يلا يا رب. المباراة النهائية، مباراة التصنيف، مباراة تكون أو لا تكون، هل ننهيها بفوز أو الخسارة ملاحتنا. يلا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهيت بالتسجيل ونسيت اطلع على تشكيلة الخصم كالعادة. اوف حلوة، حطها بالبعيدة يا أخي أستاذ. قويها. كيف ما توقعت تطلع. طلع.
انا ما راح اقدر استنى على هاي المدافعة اكثر من هيك، خلص مشان ولا الله اطلعي وريحي اهلي. ضحك علي بنفس الطريقة نفس الطريقة نفس الطريقة نفس الزاوية، يا الله. المليون المرة المليون يا زلمة، يلعن اختك جهة. عرف في لاج يا اخي، في لاج مو طبيعي مو طبيعي. مو وقت نضوع فرص، مو وقت نضوع فرص. بدي اجيبها، جيب ديفيجن 6. تعمل باسات شيء بدي الشبكة كلها. خلاص بكفي يا شباب، اكثر من هيك ما عدت قادر، صار لي وقت طويل عم بلعب وما عدت قادر ابدا، ما ضل في طاقه ابدا. وهذا الفريق بصراحه غير قابل للعب على الاطلاق، هدول اللاعبين مو قابلين للعب. اغلب هاي التشكيله بدها تروح على حاويه الزباله. بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول يا رب جوائز الرايفل ان شاء الله واحد من هدول الاسماء، وان شاء الله بولزيش لانه محتاجه، او كرافنبرغ بتكونوا فضلتوا على راسي، واذا بيجيني ايدر ميليتاو بكون ممنونكم. الجوائز ديفيجن 7، قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله بالايام القادمه رح نطلع على ديفيجن 6 ونطلع على ديفيجن احسن من هيك. الجوائز 5500 كوينز، هي القصه كلياتها 5500 كوينز يا زلمه. 10 ب 75 غير قابلين للبيع، واحد بريميوم جولد، ايتم باك 1 من 3 زائد 80 وينباع، 1 من 3 زائد 82 2 ايتم باك ما ينباع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نقول يا رب. اول باكج معنا لليوم بفيديو جوائز الرايفل. يا حبيبي يا دي ماريا، يا حبيبي يا انخيليتو، حلو. كولوزوفسكي، هيك اسمه كولوزوفسكي، ولا انخيليتو، ولا ميكيل ميرينو. ميكيل ميرينو طبعا ما راح يفيدنا. ممكن كولوزوفسكي كمان بطيء جدا، بس ممكن نستفيد منه شوي بتشكيلة الدوري الانجليزي. انخيلينو العشق ينباع، يلا مو مشكلة، العشق بعود بشتريك ان شاء الله بس نحتاجك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول يا رب. كولوزوفسكي خلاص بده يطلع لنا. جيرما، وايت يا وايت، جيرما شو سعرها جيرما؟ ما تنباع. يلا ممكن مدافع جيد سرعة 80. بسم الله الرحمن الرحيم، اخر باكة سي بي سرعة، ما راح احاول حتى اقول اسمك. جافي يا حبيبي يا جافي، الحمد لله على سلامتك. الزلمة اليوم تعرض لإصابة وهو ما عم يلعب أساسا، وعمل عملية جراحية وغاب عنها 5 أو 6 شهور رح يغيب. جافي معلش لا تواخذني حبيبي، بدنا حارس مرمى لأنه الحراس اللي عندنا كتير تعبانين وبفيدنا بالريت. كتير الباكجات سيئة بصراحة. يا رب، ولا حتى ووك أوت واحد. كربخال، اللي انه كربخال يا حبيبي يا كربخال، اليوم كنت عم فكر اني اشتريه واحطه بالتشكيلة. يا حبيبي يا كربخال، اخي هلا ها مقبولة، ما بدي اقول سيئة، مقبولة الباكيجات. وفي الكم عندي مفاجأة، باكج فتحته من على الموبايل. عمر مرموش اللاعب العربي المصري، لاعب مانشستر سيتي، لاعب سعره 40,000 وكل العالم عم يقولوا انه جليتش. طلع لي من باكج فتحته على الموبايل، وفيديو تفتيح الباكجات للاسف كان غير مبهر على الاطلاق، وما طلعنا لاعبين نقدر نستفيد منهم كثير بالتشكيله باستثناء عمر مرموش وكرفخال وحارس برشلونه لحد هلا. ولكن انا ما عندي اي قدره على تقبل حراس البنات باللعبه، مو بالواقع انما باللعبه، لانه كثير قصيرين واي تسديده بالزاويه عباره عن هدف. وعلى كل الاحوال بتمنى تكونوا استمتعتوا معي بالمقطع وانبسطتوا معي وقضيتوا وقت حلو. لا يغركم انه انا نوب صاير، الفريق كمان مو مساعد، ما تنسوا هي النقطه. بتمنى انكم تحطوا لي لايك على الفيديو، تشتركوا بالقناه، تستنوا فيديوهات جديده، دعموني، شيروا هذا الفيديو لكل رفقاتكم. عم نتعب بمحتوى وعم نعمل لكم فيديوهات ان شاء الله تكون تعجبكم. شوفوا الفيديوهات القديمه واستنونا فيديوهات جديده، اشتركوا بالقناه بالكابتن ميرو. كنت معكم على الكابتن ميرو، بشوفكم فيديوهات جديده، سلام.